السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت أطلع معاكم فيديو مهم جدا جدا بخصوص آخر أخبار وآخر حوار بنادي الزمالك. حتى الآن اللي حاصل إن الزمالك خلاص أعلن عن القائمة الأولى، وخلاص يعني للمعسكر فترة الإعداد، يعني القائمة الأولى، ولسه في قائمة تانية يعلنوا عنها، ولكن لسه نادي الزمالك ما حسمش موضوع رحيل اللاعبين اللي هيمشوا. في بعض اللعيبه بنعمل معاهم جلسات لاقناعهم بالاعاره او الرحيل نهائيا. حتى الان الزمالك بيناقش موضوع سيف الجزيري وصلاح الدين مصدق ان هم يطلعوا اعاره عشان يقدروا يجيبوا اجانب مكانهم. لكن اللاعبين مصرين على البقاء، ولكن سيحدث جلسه قريبه بين الجزيري ومسؤولي نادي الزمالك لإنهاء هذه المشكلة. يا إما هينهوا العلاقة أو سيذهب إلى الإعارة، فمش عارفين إيه اللي هيحصل. لسه هنشوف، يا إما هيطلع إعارة أو يا إما يفضل. بس القصة دي كلها هتخلص في الجلسة اللي هي الجاية دي. لسه الجلسة دي هنشوف إيه اللي هيحصل فيها، والجزيري هيبقى ولا هيرحل. إن شاء الله أقول لكم أول بأول. وتاني حاجة الجفاري خلاص لجنة التفتيش شايفاه ان هو لاعب لسه عنده يعني هو ما خدش فرصة. اللاعب اتصاب وقعد فترة، فالإدارة شايفة ان هو المفروض يفضل، ان هو لسه ما خدش فرصته ولسه قدامه فرصة ان هو يقنع الإدارة بالبقاء. ايضا لو لقوا مركز في المركز بتاعه ده، لو قدروا يجيبوا ناس مكانه في نفس المركز ممكن يطلعوا الجفالي ده اعاره. لكن لو ما عرفوش يبرموا صفقات في المركز ده بالذات، الجفاري هيبقى. لكن الزمالك حتى الآن داخل في 8 صفقات شغال فيهم على طول، والمدير الفني خلاص خلال يومين الجايين دول ولا ال3 أيام الجايين دول هنكون خلصنا موضوع المدرب. خلاص في مدرب أجنبي هيجي نادي الزمالك في خلال 3 أيام، ده موضوع حسم خلاص، مفيش كلام يعني. فان شاء الله اول ما هنعلن عن اسم المدرب الجديد هعلن عنه، وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في الفريق الاول. شكرا لكم، السلام عليكم.